إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وانا محتاجه افهم انا بس اللي كده ولا احنا كتير؟ البيت بتبسط بقعده البيت اكتر من الخروج. مهما خرجت والخروجه كانت حلوه بيبقى تفكيري كله في اللحظه اللي هرجع فيها البيت واغير كل الهدوم اللي عليا والبس البيجامه بتاعتي واقضي الاجواء والروتين بتوعي المفضلين. مش هكون ببالغ لو قلت لكم ان اللحظات دي بتكون بمثابه ثيرابي بالنسبه لي، بس ببلاش. اكتر 10 دقايق فعلا بيغسلوني من جوه هي ال10 دقايق اللي بعمل فيهم السكين كير روتين بتاعي. بقى لما الروتين بتاعي يخش فيه شويه منتجات جديده كده حقيقي تحفه، بتكون بالنسبه لي اكتشاف. واول حاجه اكتشفتها هو الصن بلوك بتاع بايوثيرم. انا مش فاهمه ازاي ما حدش فيكم قبل كده قال لي على الاختراع التحفه ده. عايزه اقول لكم ان الصن بلوك ده كان صديقي في محاربه الشمس الحارقه بتاع الدهب، وحقيقي بشرتي ما غمقتش درجه واحده وانا بستخدمه. ده غير ان هو في منه التنتد اللي مجرد ما تحطيه مش هتحتاجي ان انت تحطي اي نقطه فاونديشن على وشك، عشان هو حقيقي بيخفي اي تصبغات واي حاجه، فمش هتضطري ان انت تحطي صن بلوك ومعاه ميك اب كمان. نيجي بقى للغسول الفوم بتاعهم اللي حقيقي ابهرني. الغسول الفوم يا جماعه بيكون سهل جدا في ان انتوا تفردوه على وشكم بسهوله، غير ان هو فيه نسبه تفتيح وبينظف البشره يا جماعه من اعماق الاعماق حقيقي. غير ان هو فيه نياسيناميد وديرما وايت ده اللي بيخلي البشره تبقى فاتحه، وعشان كده كنت بستخدم الغسول على ايدي عشان اقدر افتح العقل بتاعتي وارجعها زي ما كان. اظن انتوا شايفين ايدي بقت فاتحه تاني ازاي، وده من استخدام اقل من اسبوع. بس بصراحه ما كنتش معتمده بس على الغسول في ان انا افتح ايدي، كنت بستخدم كريم التفتيح بتاعهم كمان. واكتر حاجه عجباني ان هو فيه نسبه SPF، ده يحميكم من اشعه الشمس لو نزلتوا بيه بالنهار. وبجد يا جماعه مجرد ما تستخدموه هتلاقوا نسبه تفتيح رهيبه في اقل من اسبوع. اكتر حاجه عجباني في بايوثيرم ان الاسعار عندهم حقيقي انا مش متخيلاها. بجد يا جماعه تنبهروا مجرد ما هتشوفوا الاسعار عندهم عامله ازاي. حقيقي الواحد فخور ان في براندات مصريه بتعمل حاجات بالكواليتي دي وبالاسعار التحفه. بعد ما خلصت ال10 دقايق بتوع السكين كير اللي هم تقريبا دخلوا في النص ساعه، قررت اقعد قعدتي المفضله مع مشروبي المفضل وكتابي المفضل وبس كده. ده كان يومي بالتفصيل.